الناس اللي كانت بتسألني عن المخلل وازاي ان المخلل فعلا بيقعد عندي فترة طويلة ما بيحصلوش اي حاجة، ولا بيعمل اللي هو طبقة الريم اللي بتبقى فوق او طبقة العفن زي ما شرحنا قبل كده. بس النهارده بوريها لكم عملي. انا اهو جايب ميه مغلية وبحط فيها خل وملح وسكر، وهنا توم، فصوص توم مكسرة مش مفرومة، وعندي هنا ليمون، وعندي هنا كرفس لو ما عندناش خلاص مفيش مشكلة، وفلفل حامي على حسب الرغبة. بنخلي المية تغلي على درجة حرارة متوسطة، نحاول بس يعني مجرد بس ان هي بتدي يعني تبتدي الحاجات اللي فيها تبتدي تستوي او ان هي تدي طعمها في المية، وبعد كده بنبتدي نرفعها من على النار. زي ما احنا شايفين يا جماعة، ادي المية وادي الخيار بتاعنا. ما بنحطش الخيار في المية المغلية، بنسيب المية تهدى خالص وبعد كده بنحطها على الخيار. لو انا حطيتها وهي سخنه على الخيار، او انا حطيت الخيار وهو جوه كده في الميه السخنه، الخيار هيصفر وهيطرى قوي، مش هيديني القرمشه. انا عايزه يبقى مقرمش. فالنصيحه نخلي الميه تبرد او الكيور بتاعنا يبرد، وبعدين نضيفه على الخيار. هو يوم او يوم ونص في التلاجة هيكون اتخلل معاكم، وهيكون طري، هيكون ناشف سوري، وهيكون مقرمش وهيفضل مخلل وهيبقى طعمه حلو قوي. ما تنسوش تحطوا ربع معلقه سكر بس عشان يوازن الطعم. مع السلامه.